السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في الفيديو الرابع من فيديوهات المراجعه النهائيه لاولى اعدادي. هنشرح مع بعض النهارده زمن المضارع المستمر، وكمان هنشرح some و any و there is و there are. قبل ما نبدا انزل اتاكد انك عامل اشتراك في القناه واعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. اول حاجه نبدا بيها هي زمن المضارع المستمر. قلت لك قبل كده ان كل زمن لازم ابقى عارف عنه 5 حاجات: تكوين، نفي، سؤال، كلمات داله، واخيرا استخدام. هنبدا على طول بالتكوين. زمن المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ بيتكون من ان انا بجيب am و is و are وبعدهم الفعل فيه ing. طبعا انت عارف ان I بتاخد am، وإز مع المفرد اللي هي he وشي وإت وأي اسم مفرد، وآر مع الجمع اللي هو we ويو وذي وأي اسم إيه؟ جمع. اديني مثال عشان أفهم. أول حاجة بيقول I am playing now. بص كده، I بتاخد am، بعد كده جبت الفعل وزودت له ايه؟ ing. طيب مثال تاني، they من الحاجات اللي بتاخد are، وهقول they are eating. هما بياكلوا at the moment، يعني بياكلوا في هذه ايه؟ اللحظة. بص كده، جبت الفعل اهو وبعدين are وبعدين الفعل فيه ing. بالظبط هنا جبت am والفعل فيه ing. طيب لو عايز انفي النفي، عايز انفي الزمن ده، انا قايل لك برضو قبل كده ان النفي ده ما هو الا فعل مساعد بلزق فيه not، وانا هنا عندي افعال مساعده am و is و are، وبالتالي هتبقى amn't و isn't و aren't، وطبعا بعدهم الفعل فيه ing وقبلهم الفاعل زي الفل. يعني لو عايز انفي الجمله دي هقول ايه؟ I amn't playing now. ولو عايز انفي الجمله التانيه دي هقول they aren't eating now. طيب ندخل على الحاجه الثالثه، هي تكوين السؤال. تكوين السؤال، مثال بيقول yes he is playing. yes they are studying. students are studying English at the moment. طيب عايز اكون اسئله على الحاجات دي. اول حاجه احنا متعودين ان احنا بنحذف الاجابه، حذفت الاجابه، بعد كده ادور على فعل مساعد. ما هو الزمن ده احنا قلنا ان فيه am و is و are افعال مساعده، وبالتالي مش هغلب في اي حاجه. عندي فعل مساعد اهو، فهعمل مقص، هتبقى بدل ما he is هتبقى is he playing. هل هو بيلعب؟ طب هنا نفس الكلام، هعزف yes في فعل مساعد، وبالتالي هعمل مقص، بدل ما هي they are هتبقى are they studying. لو عايز اجاوب على السؤال ده، مش ده سؤال بمعنى هل؟ صح؟ يبقى الاجابه بتاعته يا اما تبقى yes يا اما تبقى no. yes واعمل مقص تاني، ونو وبرضه اعمل مقص تاني. yes بدل ما هي are they هتبقى they yes they are، او no they. ما هقولش بقى are، هقول aren't. طالما جبت no يبقى اجيب النفي بتاع are اللي هي ايه؟ aren't. طب بص المثال اللي جاي كده، students are studying English at the moment. الطلاب بيذاكروا انجليزي في هذه اللحظه. وعايز اكون سؤال، هبص كده في الاول مفيش yes ولا no، يبقى ما ينفعش اعمل مقص وخلاص، لا،
دور بقى على حاجه اسال عنها. انا هنا مثلا ممكن اسال على الانجليش واقول هم بيذاكروا ايه، ماذا يذاكرون. هاجي على الانجليش واعمل اشطبها. طيب بعد كده ابدا باداه الاستفهام المناسبه. بسال عن انجليش بي، انا بقول ماذا يذاكرون في هذه اللحظه. طيب وبالتالي هبدا وات اللي هي ماذا. طيب بعد كده امشي على نفس الخطوات اللي قبل كده. في فعل مساعد يبقى اعمل مقص، يبقى what are students اهي، بدل ما هي students are خليتها are students studying at the moment. زي الفل. طيب الحاجة الرابعة معانا هي الكلمات الدالة. الكلمات الدالة عندك look. look يعني انظر، و listen. now يعني الآن. طبعا look يعني انظر، listen يعني استمع، و now يعني الآن. at the moment في هذه اللحظة، و at the present. وعندك still برضو، still معناها ما زال، و ماشي، و tonight زي الفل كده. دول الكلمات الدالة بتاعت المضارع المستمر. آخر حاجة الاستخدام. امتى بستخدم الزمن ده؟ امتى بستخدمه أول حاجة التعبير عن حدث يحدث أثناء الكلام أو حدث مستمر أثناء الكلام. هقول لك مثلا I am playing now. الآن يبقى وأنا بتكلم كده بلعب، يبقى جبت اهو المضارع المستمر am والاي ان جي. طيب رقم 2 بستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل مع الأشياء المرتب لها مع كلمة arrange و arrangement. أي حاجة بتحتاج ترتيب بجيب معاها المضارع المستمر بدل المستقبل. هقول لك مثلا عندك المناسبات والحاجات الاجتماعية دي بتحتاج ترتيب، وبالتالي هستخدم معاها مضارع مستمر. هقول لك مثلا next week ده مستقبل. he is getting married. الاسبوع اللي جاي هيتجوز. ما استخدمتش معاه مستقبل، انا استخدمت ايه؟ مضارع مستمر علشان الحاجة دي بتحتاج ترتيب. طيب هعيد لك تاني عليه بسرعة. اول حاجة قلنا بيتكون من ايه؟ من am و is و are والفعل فيه ing. بنفي ازاي؟ amn't isn't aren't والاي ان جي. لما باجي اكون سؤال بعمل مقص، بحذف الاجابه وبعمل مقص بين الفعل المساعد والفاعل. والكلمات الداله عندي look listen now و at the moment و at the present و still و tonight. واخيرا الاستخدام يعبر عن حدث يحدث اثناء الكلام، وكمان بيعبر عن المستقبل مع الاشياء التي تحتاج ترتيب مع كلمه arrange و arrangement. هسيب لك البورد دلوقتي لو عايز تاخد سكرين، ونرجع نكمل مع some و any و there is و there are. الحاجة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي some و any. some معناها بعض، و any معناها أي. الاتنين الحاجات اللي بتيجي بعدهم هي يعني لو جاء بعد some اسم يعد فلازم الاسم ده يبقى جمع. يعني اقول لك مثلا some students some pens جمع اهو. طيب كمان ينفع يجي بعدها اسم لا يعد عادي، اسم لا يعد. هقول لك مثلا some water some tea some coffee عادي. اني برضو نفس الكلام لو جاء بعدها اسم جمع اسم يعد
يبقى لازم يبقى جمع، وينفع برضه يجي بعدها ايه؟ اسم لا يعد. طيب امتى بقى بستخدم some وامتى بستخدم any؟ قال لك some بتيجي في 3 اماكن: في الجملة المثبتة، وكمان بتيجي في العرض والطلب. الحقني بأمثلة علشان افهم. حاضر يا سيدي. اول حاجة الجملة المثبتة. بص هقول لك مثلا I need، انا احتاج some pens، انا احتاج بعض ايه؟ الاقلام. شوف دي جملة مثبتة عادية، جبت فيها some وبعد some جبت اسم جمع اهو طالما هو معدود. طيب كمان بتيجي في العرض مع would you like. هقول لك مثلا would you like some tea؟ يعني ايه رأيك في ان اجيب لك شاي؟ هل تريد بعض الشاي؟ هل تحب بعض الشاي؟ طيب يبقى ده ايه؟ عرض، انا بعرض عليك اهو. طيب كمان بتيجي مع الطلب مع ايه؟ مع كان. هقول لك can you give me some water؟ ممكن تجيب لي شوية مية. هنا انا بطلب منك، فيها كان في الاول يبقى ده طلب، لو فيها would you like يبقى ده عرض. والحالتين بستخدم معاهم ايه؟ بستخدم معاهم some. والجملة كمان المثبتة بستخدم معاها ايه؟ some. زي الفل. انما اني بقى بستخدمها في حاجتين بس، في السؤال وكمان بستخدمها في النفي. الامثلة هقول لك هل تمتلك اي اقلام؟ هقول لك have you got any pens؟ هل تمتلك أي أقلام؟ اوعى حد يختار هنا صم، لا طبعا ده سؤال عادي، وبالتالي اللي بيجي في السؤال هي any. هل معاك أي أقلام؟ طيب كمان بتيجي، يبقى هنا كده السؤال وهنا النفي. النفي إيه بقى؟ أقول لك مثلا I haven't got any pens. أنا معيش أي أقلام. شايف haven't فيها نفي اهو not، وبالتالي جملة منفية فهختار معاها any. I haven't got any. أنا هنا ببص على any. يبقى some بتيجي في الجملة المثبتة والعرض والطلب، وany بتيجي في السؤال وبتيجي كمان في النفي. آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي there. there بمعنى يوجد. عندي منها شكلين في المضارع، واحدة للمفرد وواحدة للجمع. بتاعة المفرد there is، يبقى there is يجي بعدها مفرد. طيب ايه بتاع الجمع؟ there are وبيجي بعدها اسم جمع. خد بالك ان المفرد لازم يبقى قبله a او an. اديني مثال. هقول لك there يوجد there is a pen، يوجد قلم. زي الفل. there is an apple، يوجد تفاحة. هنا pen بدأ بالبي وده حرف consonant فهجيب الآ. طيب هنا بدأ بالاي وده حرف متحرك أو vowel فهجيب الآن. زي الفل. اديني مثال على الجنب التاني. هقول لك مثلا there، عايز اقول يوجد اقلام بقى there are pens. هو حد يقول a pens؟ غلط، لان الا والان بيجوا قدام المفرد بس، يبقى there are pens. وكمان ينفع اقول there are الجملة التانية apples. there are ايه؟ apples. زي الفل. يبقى ده الاثبات بتاعهم. طب النفي عامل ازاي؟ احنا بقى خلاص خلصنا من الحوار ده. احنا قلنا نفي يبقى not وفعل مساعد. انا عندي فعل مساعد اهو is، وعندي فعل مساعد اهو تاني are، الزق فيهم not ويبقى معناها لا يوجد. يعني لو عايز انفي الجمله دي هتبقى
there isn't a pen. شايف انا بس كل اللي انا ضفته ان apostrophe t ل is. طيب عايز في الجملة التانية هقول there isn't an apple. طيب عايز في الجملة دي يلا there aren't اهي هزود لها ان apostrophe t there aren't pens. وهنا هقول there aren't apples. زي الفل. طيب لو عايز اسأل سؤال، لو بيقول لنا yes اهو yes there is a book، وعايز اكون سؤال على دي، سهلة، انا بحذف الإجابة في فعل مساعد يبقى اعمل مقص، بدل ما هي there is هتبقى is there a book. طيب انا كل اللي انا عملت ايه؟ مقص بس. بص المثال التاني ده yes there are books. وعايز اسأل سؤال، هحذف الإجابة وهعمل مقص، بدل ما هي there are هتبقى are there books. ويا سلام بقى لو انت زودت اني زي الفل، ما هي اني بتيجي في السؤال، يعني ينفع اقول are there any books. مش ده سؤال؟ ينفع اضيف له اني عادي، والاسم اللي بعدها جمع اهو. طيب are there any books، هل يوجد اي كتب؟ كده احنا خلصنا الشرح بتاع يونت 4 كامل جرامر، خلصنا المضارع المستمر، وكمان اتكلمنا عن some واني وذير is وذير are. هسيب لك البورد لو عايز تاخد سكرين، وبعدين نروح نشوف اهم الكلمات ونحل على الكلام اللي احنا خدناه ده. هنحل مع بعض دلوقتي على الوحدة الرابعة والحاجات اللي احنا شرحناها على السبورة. أول سؤال بيقول there are some laptops and they're not a whiteboard. شايف whiteboard دي مفرد عشان قدامها وبالتالي هختار is. رقم 2 they're not a lot of interesting books هنا جمع. in the library عايز يقول يوجد الكثير من الكتب في المكتبة، الكتب الشيقة. طيب كتب هنا جمع وبالتالي هختار ايه؟ are. رقم 3 نقط there any water in the fridge، عايز اقول هل يوجد اي ميه في الثلاجه. water هنا ايه؟ اسم لا يعد وبالتالي بيعامل معامله المفرد فاختار is. are there not printers اللي بيجي في السؤال any، يبقى are there any. رقم 5 there not figs in the cupboard، عايز اقول يوجد تين في الخزانه، يبقى هقول ايه بقى؟ there طبعا is any ما تنفعش لان any بتيجي مع الجمع فهستبعد دي. عندي aren't some برضو ما تنفعش لان aren't لازم معاها any. aren't any هبص عليها دلوقتي، are any ما تنفعش لان any بتيجي في النفي، فبالتالي ايه اللي هتنفع؟ there aren't any figs. تمام. there weren't not cars in the desert. there weren't في نفي اهو، يبقى على طول اختار ايه؟ any. رقم 7 is there not MP3 player، ده سؤال فاختار معاها ايه؟ is there. طبعا هنا ايه؟ ده مفرد صح؟ MP3 player هنا مفرد فما ينفعش اجيب ولا صم ولا اني، وبادئ بحرف ايه؟ ساكن، فاختار معاه يبقى is there a MP3 player. طيب رقم 8 I not chess at the moment، في هذه اللحظة، يبقى مضارع مستمر، يبقى I am playing. رقم 9 watch out a car نقط. طبعا watch out من الكلمات الدالة على المضارع المستمر، وبالتالي هاختار am و is و are و ing. a car هنا مفرد فاختار is coming. رقم 10 علي نقط now مضارع مستمر، يبقى is reading.
رقم 11 my friend and I، احنا هنا جمع. نقط now يبقى هنختار ايه؟ are playing. رقم 12 look she نقط in the garden، يبقى ايه؟ look مضارع مستمر يبقى is playing. هنبص كده على حاجة نسينا نشرحها على البورد. ازاي ادي امر وازاي ادي امر منفي، يعني ازاي انهي حد عن حاجة. لو انا عايز ادي امر هبدأ الجملة بالفعل في المصدر، يعني مثلا هقول لك ايه؟ open the door يعني افتح الباب. clean the room نظف الغرفة. طب لو عايز اقول لك ما تعملش الحاجة دي هحط قبل المصدر don't، يبقى don't play football in the street، ما تلعبش كرة قدم في الشارع. don't go out ما تخرجش. نحل كام سؤال عليها كده بسرعة. make noise in the library عايز اقول له ما تعملش ضوضاء في المكتبة، يبقى ايه؟ don't. رقم 2 for help from a parent or a teacher عايز اقول له اطلب المساعدة من احد الوالدين او المدرس بتاعك، يبقى ask في المصدر. رقم 3 write on your desk عايز اقول له ما تكتبش على الديسك بتاعك، يبقى don't. رقم 4 a few minutes preparing yourself for exercise يعني عايز اقول له اقضي وقت وانت بتحضر نفسك للتمرين، يبقى ايه؟ spend من غير اس فعل في المصدر. اخيرا نقط make friends with people you don't know عايز اقول له ما تكونش صداقات، يبقى don't. طالما هبدأ امر او نهي يبقى ايه؟ يا اما الفعل في المصدر لو امر، ولو هنهي في يبقى don't والفعل في المصدر. هنبص دلوقتي مع بعض على اهم الكلمات اللي المفروض تركز عليها. اول حاجه التكنولوجيا يعني تكنولوجي، موقع على الانترنت يعني ويب سايت، تابلت يعني تابلت، هاتف محمول فون تشارجر، الطبيعه نيتشر، هوايه هوبي، مكالمه فيديو كول، فاره الكمبيوتر او الماوس اللي هي ماوس وجمعها طبعا ماوسز هنضيف لها اس بس. كمبيوتر محمول يعني لابتوب كمبيوتر، الفسحه او يكسر يعني بريك، هاتف محمول موبايل فون، طابعه يعني برينتر، طابعة ثلاثية الأبعاد 3D printer، سبورة بيضاء وايت بورد، تعليمات instructions، آمن يعني سيف، كلمة السر password، مشغل الموسيقى، MP3 player متصل بالإنترنت يعني أونلاين، صورة سيلفي يعني سيلفي، سر أو سري secret، يشحن يعني charge، يشغل جهاز turn on، يطبع يعني print. يلعب شطرنج يعني play chess، ويلتقط صورة سيلفي take a selfie، يجري مكالمة فيديو make a video call ودي حاجات مهمة خد بالك. يصنع كعكة make a cake، سوري يصنع كيك، ماشي يبقى make a cake. يصنع نموذج يعني make a model. يكتب رسالة بريد إلكتروني write an email. يتصفح موقع الإنترنت look at a ويب سايت. يرسل صورة send a photo. يرسل رسالة نصية send a text message. ينقر على أيقونة بالماوس يبقى click، بالماوس يبقى click on an icon. طب ينقر بصباعه tap on an icon. يفوز بلعبة win a game. يطبع الواجب المنزلي print the homework. يشحن الهاتف charge the phone. يصمم أيقونة design an icon. يقوم بعمل واجب الحاسب الآلي do computer studies homework. نحل كام سؤال كده على السريع. I don't like to نقط a selfie. ايه اللي بيجي مع selfie؟ take a selfie. She is نقط you a photo now يبقى مضارع مستمر. في is هي يبقى هي بتبعت لك صورة، يبقى sending you a photo، هي بتبعت لك صورة دلوقتي. طبعا الزمن بتاع الجملة هنا مضارع مستمر لأن فيه هو is وجبت ال ing وفي كلمة now. رقم 3 on the icon on your laptop يبقى أنا بستخدم الماوس يبقى كليك على طول. Can I use your نقط to make a call علشان أعمل مكالمة بستخدم إيه؟ الفون، يبقى Can I use your phone. رقم 5 we put paper in the نقط before we use it. بنحط ورق فين؟ في الطبعة قبل ما نستخدمها يبقى in the printer. رقم 6 زياد has got a new MP3 player مشغل موسيقى. 7 when the battery of the mobile is low I can use لما البطارية بتبقى منخفضة بستخدم ايه؟ charger شاحن. 8 we can not a video call with our cousins in England يعمل مكالمة فيديو يعني make a video call. رقم 9 computer and mobile phones are examples of technology أمثلة على التكنولوجيا. 10 the icon on your mobile phone طبعا الموبايل انا بدوس عليه بصباعي او بنكر عليه بصباعي يبقى تاب. هنوقف لحد كده وانا كده خلصت الحمد لله يونت 4 كامل وحلينا عليه كمان. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واعمل شير للفيديو مع اصحابك وتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه. So thank you for watching.
اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة. سلام.